مرة ثانية بتحاولي تمدي يدك بكسره، يلا اجزعي لك من قدامي. تمام خلص فك يدك يا حاج. يدي، معقول هذا الشي بك قوة؟ اهدأوا يا خبراء، كما عبد الجبار هذا طارف، شو اصيح له؟ أمانة عده له، قل له نفصع خدامك ومترس قدامك، بلغوا السلام مني كثير. اليد اللي ما تعرف تكسير بوسه. يا حاج لا تكلمني ولا أكلمك لو سمحت، كل واحد حاله حل نفسه. اتصرف، اعمل اللي تشتي، ما لهم مسكونا والله بتكلم بكل حاجة. يا قرح راسنا كلنا، اتخارقنا كلنا. أجيبك واحد تحت أمرك يا فندم، والله ما نسيت كلمتك للأرض. يا جماعة وقفوا القتال، تم الاتفاق ودخلوا طرف ثالث بيننا، وقال بيخلي الجبل ينفذ كل شروطنا. نحن مش جازعين من هنا إلا والمفصع معنا. هيا شغلتنا ادخل الحمام، طيرت بنا تصيح من أول يدخل. ما كانك تحانب يا حاج، ما عليك تقلدني بالقزعة. مو قا معانا، مو بك تتحرشي، هذه قزعتي وانت اللي تقلدينها. الحق ذا ذنن بأفكاري قابل الجنان. الحين مسكر هزع البقالة حقك هذه، منين معك بياس؟ كله ذا اللي قدامك دين الدنيا قول. إذا تستشاريك أنا جاهز. والله ما شاركك يا راجل، قربتوا حق الثور دخلنا شراكة، جننت بأفكاري، مكنتنا أنا أكله، أنا شربه، أنا توضي له، أنا قرأ له قصاص، قاعدين شبعا من المشاركة حقك. بعد عامل اسم البقالة بقالة الخير. أين الخير منك يا قاوع؟ قد تسمي الدنيا قوع. كاش حلي التلفون حقي اشتري رصيد. ما فيش رصيد، كيف يبيعونه هذا الرصيد؟ من عند من اشتروه؟ ليش ما تشتركش بتطبيق القحطاني تيليكوم؟ والله وصلوا هذا القحطاني تلكم. القحطاني تيليكوم افضل تطبيق يقدم لك الشحن الفوري. ما انا كيف اشترك معهم يا طافش؟ كيف اعمل؟ اعجبتنا الخدمة؟ مالي سهل، ادخل اما تقرا جوجل ونزلت التطبيق، سجل بياناتك وتواصل مع خدمة العملاء وهم شغلوا لك كل حاجة. أين قلقال هذا؟ ها صوت القبلقة. نصيحة يا ابني، خلوه يهدر ويسب لما يشبع ولا تنديله نخس. طلع حظك حلو وبيتم الإفراج عنك صباحا، بس بجيبك مرة ثانية وبدعسك أنت كل الصعاليك اللي اعتدوا علي ولا بفلت واحد. تمام يا ملكاد. وربي انك سلاحك أمانة. أول ما دخلت امتحان ابناء كرهتك من قلبي. أنا أشوف ما فيش أطيب مني، بس يعجبنا أحانب وأمازح. ما عليك يا حق ما ترقدش. الله ما في بش نوم. دحين قل لي أنت إيش في بينك وبين الجبل؟ ليش حبسك؟ عادك صغير يا ابني على المشاكل. هو اللي يدور بعدين وقد كان بيقتلني وربي لطاف. مهما زاد طغيانك يا جبل لابد بيجي لك يوم، ولكل ظالم نهاية. وأنت ليش محبسونا يا حاج؟ أنا شفت ظلم الجبل بعيني يا ابني، وأنا كنت حارسه الشخصي، ولما قررت توقف ضده مسكنا وحبسنا. كم لك محبسونا؟ ياح ما أذكرش ولا أعد، قالي سنين كثير. وربي إنه حرام يا حاج تجلسونا، أنا ما بخرج إلا أنا وأنت رجلي برجلك. أقول لك ما لكش دخل في بي يا ابني، وربي قابلك فرصة انتبه تضيع على إنه خرجتك من هنا كأنك ولدت من جديد.
اخرج طمن أهلك يكون حالتهم حال قلق عليك. أنا عايش وحدي ما معيش أحد. أبي وأمي ماتوا زمان وأنا عدنان حتى ما أعرف صورهم. وخالتي مرت أبي اللي ربتني ماتوا قبل 2 سنين. اوعدنا يا ابني إنك توصل الأمانة هذه بيدك. أوعدك يا أحد بوصله بأسرع وقت ولا يهمك. مع السلامة يا ابني، ربي يوفقك. آمين، ربي يوفق الجميع ولا تقلق ولا حاجة. أوعدك يا أحد برجع خارجك من الجبل. رجاء يا ابني ولا لك أي دخل في بي، اخرج وعيش حياتك، أنا خلاص راضي بقدر ربي. وربي ما فلتك. أين قلقال هذا؟ يلا اخرج خرج نفسك. وانت يا خرف احلم انك تخرج وعادك بتخيس يا اسماعيل. وعد يا حاج برجع خارجك من الملكة هذا. عادك تتلاقف يا جاهل. اقتلوه يا عيال. بسرعة اقتلوه بسرعة. اهرب يا ابني سريع. وربي ما فلتك بنخرج أنا وأنت. ليش ما تفهمش الكلام؟ أقول لك اهرب، انتبه. لو سمحت اهرب سريع. بسرعة اقتلوه بسرعة. هات الآلي وربي ندخل لداخل نخلص على الجبل. الحمد لله على سلامته. اهدى يا مفصل، خلاص تم الاتفاق. حق صالح بقى يوصل لعنده، كنا فقط منتظرين الجبل يسلمك لنا. انت اليوم ضيفي، عليك قضايا مليان. اول تخرج من هم، بعد ارجع اعمل مشكلة جديد مع الجبل. لو سمحت معي مشوار ضروري اعملوه، أمانة لابد توصل بأسرع وقت. ما حصلت الا الفندم قازم تزيد عليه. بضمانتي أنا يا فندم، أنا بروح معه يرجع الأمانة وارجعه لعندك على طول. طيب حاضر، ما عرفوا الا منك يا رماح. علي مش مشترك يشترك، يضغط هنا.
على طريقك يعمل لك مشكورين. أمان أنكم أحلى متابعين. أنا في قلبكم. أنا مغلوب يا رماح. إيش معك يا مفصع؟ هل في أمانة من صدق؟ أيوة يا رماح، الحق وصلنا سلم أمانة يا رماح. قد كان القبل بيقتلنا، أما الرجال يقتلونا، ودخل هذا الحاج وكوشهم كلهم وخارجني. ضحي بحياته من شاني. أولا نقدر نطمن على الصفاري، بعدين أنا وأنت نروح نودي الأمانة. كده خلاص لا تمشطي ليش. كده خليني اروح العب. كده خلاص تمشطي ليش. قري خليني امشط لك عقل على اللعب. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أنت اسمك منى يا خالة؟ ايه يا بني أني منى. منو أنت؟ أخيرا وصلتولي. لمين الصبح أدوري؟ لمو تدورني؟ مو في يا بني؟ في واحد جاب لي أمانة وأمنا وصلها لعندك يا خالة. من الذي وصك بهذه الأمانة؟ ها يا خالة، هذه الأمانة. هات كذا الورقة ونعين مفيبه. السلام عليكم، كيفك يا منى؟ أنا إسماعيل زوجك. أنا داري إن أنا ظلمتك كثير، بس اللي ما تعرفوه إن ربي انتقم لك، ولي محبوس من 20 سنة، وكل يوم أدعي ربي إنك تسامحين قبل ما أموت، وكل يوم أشوف الموت قدامي. يمكن وأنت تقرأي الرسالة أكون قد أنا ميت، أشتي أقابل ربي وأنت مسامحنا. والله ما سامحك يا إسماعيل، والله ما سامحك، ضيعت عمري كله، والله ما سامحك. الحمد لله وصلنا الأمانة، هي مشينا يا جماعة. زي ما حرمتك من ابنك برضو ربي حرمنا من ابني طول السنين، وذقت نفس المر اللي ذوقتك منه. كنت دائما أدعي الله إنك تلتقي بابنك، وفجأة ربي أكرمنا وأرسل لي ابني لعندي للحبس. أيوة يا منى، تخيلي ابني جنبي وأنا مش قادر أقول له. كتمت لا داخلي وكل قهر وحسرة، لأنه لو عرف إننا أبوه بيتهور قدام الجبل، اللي لو عرف إنه ابني بيستغل الفرصة وميتنا قهر عليه. أنا لما شفته حسيت إنه ابني، وكنت أقول مع الحبس إن أنا أهدي، لكن شفت بطاقته الشخصية وتأكدت فعلا إنه ابني وابنك، وقلت ما أكرمك يا الله، جبته لا عندي. أنا أمن فاروق وحرصت عليه إنه يوصل الرسالة بيده من أجل تلتقي أنت وابنك فاروق. ابني فاروق، ابني فاروق تعال. فاروق ابني فاروق، ابني فاروق تعال، تعال يا ابني لأمك. أنا أمك لا تسيبنيش، يكفي فراق يا ابني، يكفي بيني وبينك فراق. أنا فدالك يا ابني تعال. يا ولدي. كلنا عيالك يما، بس ايش عرفك باسمين؟ أنا أمك، أنا أمك اللي حبل ثوبك ومحروبة منك طول هذه السنوات. يا ولدي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، لقيت ابني. أنا قالوا لي إن أمي منى ماتت زمان. منى أبوك إسماعيل شلك مني وحرمني منك. ذلك يما، ليش حرموني منك ليش؟ أمي عايشة يا عيال، أمي عايشة، دي أمي يا رماح يا زفاري، هذه أمي منى. أنا اليوم ولدت من جديد، بس يما إيش عرف العقل اللي كنت محبس معه إن أنا ابنيك، وكيف وصلنا لعندي؟
الذي كنت محبوس معه يا ولدي هو أبوك إسماعيل. أبي. ليش ما تفهمش الكلام؟ أقول لك اهرب، انتبه، لو سمحت اهرب سريع.